السلام عليكم البنات. نبداو نهارنا بالصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جبت لكم مقرط اكسبريس على وقفه وانتم موجدينو ويخرج تحفه، ما تروح له لا الرشمه ما يتشقق لكم ما والو منا وروح واحده فيكم مزيد تقول لي ما نعرفش ندير المقرط. شوف كيفاه جا مرمل ومبسس حبيباتي. نبداو الوصفه على بركه الله. جيبوا الريسيبيون تاعنا نديروا فيها رشه الملح، ديروا كيلة تاع سمن ومكمله بالزيت، وندير كيلة تاع فرينه، ونجيبوا حبيباتي نخلطوهم هكذا بالفوي مليح. ندخلوا الفرينه في السمن مليح كيما راكم حبوباتي تشوفوا. راني ما قطعت لكم والو مع شويه سريع وهذاك تجي قد باش تشوفوا الطريقه كيفاش وتشوفوا القوام اللي يكون عليه الخليط تاعنا. نجيبو ثاني كيلة تاع ماء وما زهر مخلطين مع بعضهم، كيلة نخلطهم مليح حتى شوفوا كيفاه راه. نحبش نحذف لكم حتى لقطه. شوفوا وانا نخلط نتبدل اللون تاع نولي كلي كريمي، يتبدل اللون تاع الخليط تاعنا. نخلطوا كيما راكم تشوفوا هكذا بالفوي على وقفه حبيباتي نتوما موجدينو. انا كاع هاد الكيلات داروا لي 30 حبه، ما كثرتش وانتوما كل وحده واش تحب ادير. نجيب الكيله الاولى تاع الدقيق حبيباتي، وندير غرفه صغيره تاع خميره تاع الكاطو. نوصيكم حبيباتي الدقيق ما تشريو حتى نوع وحتى ماركه، روحوا الحانوت اللي يبيع الحلويات قولوا له اعطينا دقيق تاع المقروط يمدهولكم، هذاك ينجح لكم به المقروط، يعطي لكم تاع المقروط. كي تشريو شكاير هذه كنزه وهذه تعرفوا تلقاوه رقيق. يعني شريتو لقيتو حبيباتي رقيق، رولي تروح تشريت هكذا بالميزان هو ولا القلب اللوز دايما نشريو من عند اللي يبيع الحلويات هكذا حبيباتي. الوصفه هذه تاعنا تهز 3 كيلات دقيق هكذا، ونلمو بيدينا، نوليو نستعينوا بيدينا. هذه الكيلة الثانية هاني نلم فيها، ونزيد الكيلة الثالثة هذه ونبدا نلم بشوي حبيباتي. لهنا كي تبداو تلموا ويتلم لكم تبان لكم العجينه راهي شوي جاريه، خليوها بتجي حبيباتي تريح. الوقت اللي رايحين نوجدوا فيه الغرس وذاك تلقاو العجينه تاعنا شربت الماء وجات قد هذا المقادير حبيباتي مضبوطه. شوفوا كيفاه راه يبان جاري. دوك نحطوه بجيه يريح، ونروح نجيب الغرس تاعي نخدموه. انا كان عندي الغرس حبوباتي ما خدمتوش، رحتو البرك درتو هكذا ديبول وزنتو 10 غرام. لهنا البنات كي انا شريتو واجد تاع البطانه مخدوم كلش، زدت له طرف زبده شويه ملح القرفه وشويه تاع الماء وزغبه زيت، لميتو عجنتو بهم ولميتو كيما موالفين نديروا المبرجه وذاك. تحبوا تزيدوا له الجلجلانيه من الداخل زيدوا له. البنات انا استعنت بهذا المول هذا يهزلنا في الدقيق في العجينه تاعنا 35، وفي الغرس يهزلنا 10 غرام، ونديروهم حبيباتي هكذا. راه حبوباتي ما يلزقش، اني جربت انايا بالبلاستيك ما خرجتليش الرشمه كيما حابه، واللي جربت هكذا ما لزقليش وساعدني وعاوني وخرج هايل، وكل حبه خرجت متحوفه. لهنا نشوفوا البنات نستعينوا بالميزان، ماشي عينك ميزانك خطراشتك. هذا المول راه يهز 45 كامل بالغرس والعجين. نديروا هكذا ثم نضغطوا مليح على المول تاعنا هكذا. العجينه تاعنا نضغطوها مليح داخل المول، وما يفزد لكم ما تقولوا هذيك رشه تاع الخميره تفزد لنا الرشمه، ما تعطيه خفه وطراوه. هذيك كي طيب. شوفوا كيف راني نحي فيك تنحيو حبيباتي، اعدلوا برك في الحواف هكذا وين القلب وهذاك هكذا. شوفوا كيف خرج هايل متحوف، ونحطوه في البلاطوات تاعنا ونطيبوه. هاني حطيتوها وشوفوا بعد ما طاب الفور تاعي شوي ناقص متحمر ليش مليح. شوفوا كيفاه جا هايل البنات
وما نحكي لكمش على البنه ولا كي تخرجوه هو سخون حبيباتي عسلوه طول ولا ديروا له شويه عسل وما زهر و يدخلوا العسل المليح. هكذا انا درت هذه شحرته التشحيره الاولى، وبعد كي نزيد نعاود نحط نشحرو بالعسل والمزهر وسخونين على نار باه يدخلوا التعسل. وهكذا نتمنى عجبتكم الوصفه تاعنا وعجبكم المقروط، ونتمنى تجربوه. شوفوا كيفاه راه مرمل حبيباتي، وصحة سحوركم وصحة فطوركم حبيباتي، ودمتم في رعاية الله وحفظه حبيباتي. جربوه اللي ما تعرفش مزيدش من اليوم تقولي ما نعرفش ندير المقرط.